شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب والاستياء بعد انتشار فيديو مشاجرة طالبات في مدرسة كابيتال الدولية بالتجمع الخامس، حيث أظهر الفيديو اعتداء 3 فتيات على زميلتهن الطالبة كارما. الحادث أثار تفاعل واسعا، ما دفع النيابة العامة وإدارة المدرسة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وأمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بالتحفظ على الفيديو المتداول. وقد استدعت أسرة الطالبة كارما المتضررة ومسؤولا من المدرسة لسماع أقوالهم. وقد أصدرت إدارة مدرسة كابيتال الدولية بيانا رسميا، وجاء في البيان فصل الطالبات الثلاث المتورطات في الحادث نهائيا، وتطبيق عقوبات انضباطية على الطلاب الذين صوروا المشاجرة ونشروها، وإطلاق برامج توعية للطلاب حول مخاطر السلوك العنيف، وتعزيز إجراءات الأمن والإشراف